السلام عليكم البنات، رجعت لكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم راح تشوفوا معايا كراتان سهل ماهل يوجد في 5 دقائق ومش راح يدي معكم خلاص الوقت. تبعوا معايا المقادير وكيفيه التحضير. لهنا قبل ما نبداو المقادير راح نعت لكم لهنا بهدرت الكراتان هذه. انا ديجا راني كنت في الغداء قليت شويه تاع الفريت اومليت وقعدت لي، ما بغيتش نرميها، قلت نستغلها ونديرها في الكراتان هذه وجات من اروع ما يكون. هنايا عندي كميه من الفريت اومليت قطعتها هكا طراف صغار. اذا عندي زوج حبات كبار تاع البصل، انا درت هذا النوع هذا تاع اللي جاي هكا طويل. عندي كميه من الدبشه والمعدنوس، وعندي كميه نتاع البيض. بالنسبه للبيض انا درت 5 حبات. واش راح ندير دوكا؟ راح نخلط كلش مع بعض في هذاك البول، وراح نحط عليها كميه هذيك تاع المرقز. قطعته هكا على زوج، نتوما على زوج ولا ديروا على زوج ولا على 3، المهم على حسب الكميه اللي عندكم. راح نقطع هذوك الحبات كامل ونحط عليهم هذوك الحبات تاع البيض هكا بالطريقه هذه، ونخلط كلش من الفوق لتحت باه يتخلطوا لي هذوك المكونات وكل مع بعضهم. وهنا البنات انا مانيش راح نزيد الملح ولا راح نضيف لي زيبيس ولا كل شيء راهو منكه وكل شيء راهو فيه الملح. راح نزيد غير رشه صغيره برك، درت مغرف صغيره تاع الملح راح نحطها في هذاك البيض باه ما يجينيش البيض تاعي مسوس. هكا نخلط مليح باه يتخلط لي هذاك البيض، ومن بعد نفرغوه فوق هذوك اللي قلت لكم عليهم المرقاز ولي فريت هذوك والدبشه والبصل. نخلط كلش مع بعض من الفوق لتحت، ومن بعد نحط عليهم كميه تاع البيض. بالنسبه لهنا للحبات تاع البيض ولا شحال راح ديروا دوكا كل واحد والمقدور تاعو، وكل واحد فاه راح يدير. انا درت مول يعني متوسط، ماهوش كبير بزاف وماهوش صغير. درت 5 حبات. نتوما اذا درتوا مول صغير راح تنقصوا البيض، يعني ما ديروش 5 حبات كامله. وراح نضيف عليها باكي خميره تاع الحلوه. صدقوني البنات هاد الخميره زادت لها، عطاتها واحد القوام اسفنجي وما جاتش ناشفه. وجات في نفس الوقت زادت لها في الفوليوم، يعني زادت لها في دوك تشوفوها معايا في اخر لا فيديو كيفاه. نخلط مليح هذيك الخميره مليح هكا حتى تتحل كامل، ونحطها في المول هذا. دهنت شويه المول تاعي بالزبده، ونفرغ هذاك الخليط كامل هكا بالطريقه هذه، وندخلو للفرن. نشعلو من التحت يطيب، ومن بعد نزيد نعاود نشعلو الفوق. وانا استعملت لهنا هذا الفرماج هذا تاع لي ساندويتش. نتوما اذا عندكم استعملوه، اذا ما عندكمش ديروا فرماج رابي ولا الفرماج تاع الحبات ولا عادي. المهم اي فرماج يصلح فيها. كما قلت لكم كراتان تاع ليه ساهل وما يديش خلاص الوقت. هنا قطعت كميه تاع الفرماج هذاك وحطيته من الفوق، دخلتها الفرن على درجه 180، شعلت لها لتحت والفوق. هنا شوفوا بعد ما خرجتها راهي طابت تحمرت من الفوق. وهنايا بعد ما قسمتها صدقوني البنات جات من اروع ما يكون وخفيفه. جات خفيفه. هذاك الباكي تاع الخميره اللي زدته لها هو اللي عطاها هذاك القوام الاسفنجي. شوفوا الحبات هذوك تاع المرقاز اللي قسمتهم كيف عطاهم من الداخل شكل ولون. هنايا بعد ما نحيت لكم طرف دوك نقسم معكم تشوفوا كيف جات من الداخل. هذا هو لا فيديو تاع النهار اليوم البنات، ان شاء الله تجربوها وتخليوا لي اراءكم في التعليقات. وكما قلت لكم سهله وما فيهاش خلاص الوقت. تهلاو في رواحكم البنات، للملتقى ان شاء الله. سلام.